مهندسين المستقبل، حبايب طلاب الصف الثالث الاعدادي. الفيديو بتاعنا النهارده باذن الله هنتكلم فيه عن شرح الدرس الثاني من منهج العلوم، اللي هو درس التمثيل البياني للحركه في خط مستقيم. اخدنا يا اولادي في الدرس اللي فات السرعه، وقلنا عشان نحدد السرعه لاي جسم لازم نحدد حاجتين اللي هما المسافه والزمن، وعرفنا ان العلاقه بين السرعه وبين المسافه علاقه طرديه عند ثبوت الزمن، والعلاقه بين السرعه والزمن علاقه عكسيه عند ثبوت المسافة، إنما العلاقة بين المسافة والزمن علاقة طردية عند ثبوت السرعة. ماشي. طيب قلنا قياس السرعة اللي هي متر على الثانية أو كيلو متر على الساعة، وأخدنا السرعة المتوسطة وأخدنا السرعة النسبية. النهاردة بقى يا ولاد هنبدأ في حتة جديدة، هنتكلم لو جيت أرسم علاقة بيانية للسرعة هرسمها إزاي. أولا في بداية الدرس بيقولك هما ليه العلماء دايما بتوع الرياضة والفيزياء لما يجوا يعملوا اي تجربة مثلا ويقيسوا مسافة وزمن لجسم بيتحرك بسرعة، لازم بعد ما ياخدوا القراءة يعملوا جدول يحطوا فيه القراءات دي. ليه؟ وبعد ما يعملوا الجدول لازم يعملوا له رسمة بيانية اللي هي المسافة والزمن، المحور اكس والمحور واي او محور س وصاد، ويبدأوا يحطوا هنا الارقام ويعملوا البيانات ويعملوا الرسمة. قالك لان الموضوع ده بيسهل عليهم دراسة الكميات الفيزيائية. ما احنا هناخد في الدرس الثالث ان الحاجات ده اسمها كميات فيزيائية لان لها وحدات قياس. اولا بيسهل عليهم الدراسة، بدل ما يكتبوا النتائج وتبقى مفركشة ومنعكشة كده، الجدول بينظمها وبيرتبها. ثانيا بيعرفهم ايه العلاقة بين الكميات، هل العلاقة بين المسافة والزمن علاقة طردية ولا علاقة عكسية. اللي بيعرفهم الكلام ده هي الرسوم البيانية. فجالك في بداية الدرس ان هو بيقولك علل يقوم علماء الفيزياء والرياضيات بايه اولاد؟ بعمل الرسوم البيانية والجداول. ليه بيعملوا الرسوم البيانية والجداول؟ الجداول اللي احنا عارفينها اللي هي دي، وليه بيعملوا بعد الجدول رسم بياني؟ قالك والله الموضوع ده لتسهيل دراسة الكميات الفيزيائية، لتسهيل دراسة الكميات الفيزيائية وإيجاد العلاقة بينها. هيعرفوا يا ترى العلاقة طردية ولا العلاقة عكسية. طيب يا مس احنا لو جبنا في الامتحان جدول، يعني جدول زي اللي انا عاملاه ده، مسافة وزمن وقال لنا ارسموه، سهل خالص يا ولاد. هنرسمه زي الرياضة 10 20 30 40 50، وهنا 1 2 3 4 5، وابدأ اعمل 10 هتاخد 1، ادي الواحد نطلع عند 10 ونحط النقطة الاولانية، 2 مع 20، 3 مع 30، وبعد كده اوصل بين النقط بقى بخط مستقيم. لو طلع عند الخط يا ولاد خط مستقيم بيمر بالنقطة اللي هي نقطة الاصل، يبقى ده يا ولاد بيعبر هنا عن سرعة منتظمة. ما احنا قلنا السرعة منها نوعين، في حاجة اسمها سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة. لو انا عندي سرعة منتظمة يا ولاد هيبقى عندي الرسمة البيانية عاملة كده اهو، مسافة وزمن وخط مستقيم بيمر بنقطة الاصل. يبقى هنا اهو الجسم ده يا ولاد، او ما يقولك ده يعبر عن ايه؟ هتقولي ده جسم يتحرك بسرعة ايه يا ولادي؟ منتظمة، اللي احنا ممكن نسميها سرعة ثابتة. الاتنين صح. سرعة ثابتة مش معناها ان الجسم واقف، معناها ان الجسم يتحرك مسافات متساوية في ازمنة متساوية. سرعته طول الوقت، يعني لو اخدنا 10 على 1 عشان نحسب السرعة هنلاقيها 10، 20 على 2 هتدينا 10، 30 على 3 هتدينا 10. هو ده معنى السرعة الثابتة. ان انا لو اخدت المسافة مع الزمن في اي مرحلة من المراحل هلاقي السرعة عندي بقيمة ثابتة ما بتتغيرش، وده مش معناه ان الجسم واقف، معناه ان الجسم بيتحرك بسرعة ايه يا ولاد؟ منتظمة. ماشي. هنا هو برضو بيجي لنا علل، يقول لنا علل. المفروض هنا يا ولاد لما يقول لك ده يعبر عن ايه او ده عبارة عن ايه، هتقول له ده خط مستقيم يمر بنقطة الاصل. خط مستقيم يمر بنقطة ايه؟ الاصل. طب ما يقول لنا اهو يا ولاد علل العلاقة البيانية مسافة وزمن، العلاقة البيانية مسافة وايه؟ وزمن، لجسم يتحرك بسرعة منتظمة تمثل بخط مستقيم. يعني لما اجي ارسم علاقة بيانية بين مسافة وزمن لجسم بيتحرك بسرعة منتظمة بعملها خط مستقيم يمر بنقطة الاصل.
ليه بقى؟ الخط المستقيم ده بيوضح لي ايه يا ولاد؟ بيوضح لي ان الجسم ماشي بسرعه منتظمه، وبيوضح لي كمان ان العلاقه بين المسافه والزمن علاقه طرديه. يعني لو المسافه زادت الزمن بيزيد زيه. ماشي، اقول له هنا اهو لان العلاقه بين المسافه والزمن علاقه طرديه، بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض. طب يا مس هي دي العلاقة الوحيدة اللي بتعبر عن السرعة المنتظمة؟ في علاقة كمان يا أولاد، وخلي بالكوا بقى من العلاقة دي. العلاقة التانية دي يا أولاد بتعبر بين السرعة والزمن، مش المسافة والزمن. ينفع يا مس؟ أيوة يا أولاد ينفع، بس هرسم هنا بقى خط مستقيم موازي لمحور الزمن. انت عارف لو انا رسمت خط مستقيم موازي لمحور الزمن معناه ان السرعة هنا يا أولاد ثابتة. يعني ايه السرعة ثابتة؟ انا لسه قايله لكم دلوقتي تعريف السرعة الثابتة هياها السرعة المنتظمة. هي السرعة الايه المنتظمة، الاتنين زي بعض. ماشي، السرعة هنا ثابتة. طب يا مس افرض انا غلطت وبدل ما اعمل المسافة السرعة عملت المسافة وعملت الزمن وعملت نفس الخط، هل ينفع نقول على ده برضو ان هو جسم يتحرك بسرعة ثابتة؟ لا يا اولاد، هنا المسافة ثابتة، وما دام المسافة ثابتة يبقى الجسم واقف ما بيتحركش. لكن هنا السرعة هي اللي ثابتة، والسرعة الثابتة يعني سرعة منتظمة. طب دي يعني ايه بقى؟ لو المسافة هي اللي ثابتة معناها ان الجسم واقف، يعني هنا الجسم في حالة سكون. الجسم في حالة ايه يا ولاد؟ سكون. يبقى خدنا الوقت كام منحنى؟ 3 منحنيات، مسافة وزمن وخط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، يبقى دي سرعة منتظمة أو سرعة ثابتة. طيب سرعة والزمن وخط مستقيم موازي لمحور الزمن، يبقى ده بيعبر عن جسم يتحرك بسرعة منتظمة أو سرعة ثابتة. طيب خط مستقيم موازي لمحور الزمن بس علاقة بين مسافة والزمن، يبقى ده جسم في حالة سكون. عايزاكم تحفظوهم صم يا ولاد. احنا ما عندناش في المنهج اللي هم 5 منحنيات، خدنا منهم 3، لسه الاتنين بتوع العجلة بس. طب يا مس افرض عمل لي مسافة وزمن والسرعة كده بتقل، ما هي برضو منتظمة يا ولاد، بس هنا منتظمة بتزيد، هنا منتظمة بتزيد، هنا منتظمة بتقل، والاتنين برضو بيعبروا عن سرعة منتظمة. الاتنين بيعبروا عن ايه يا ولادي؟ سرعة ايه؟ منتظمة. ماشي يا ولاد، ندخل بقى على الحتة اللي بعد كده يا ولاد اللي هي العجلة. ركزوا معايا بقى عشان لازم في الامتحان يجيب لنا سؤال او مسألة عن العجلة من اساسيات امتحانات تالتة اعدادي. يعني ايه العجلة يا ولاد؟ العجلة جاية من التعجل، مش يقولك في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. قصده بالعجلة هنا ايه؟ العجلة اللي احنا بنركبها؟ لا، قصده بالعجلة هنا اللي هي السرعة. العجلة يا ولاد هي نوع من انواع السرعة، بس احنا كنا اخدنا ان السرعة هي علاقة بين مسافة وبين زمن، انما العجلة هي علاقة بين سرعة وبين زمن. يعني انا عشان احدد السرعة لاي جسم لازم احسب المسافة اللي الجسم مشاها والزمن اللي الجسم مشاه، انما عشان احسب العجلة للجسم لازم احسب سرعة الجسم والزمن اللي مشاه. يعني ايه؟ يعني انا عندي جسم بدأ حركته من النقطة أ، مشى للنقطة ب بسرعة 10 متر على الثانية في خلال 1 ثانية، وبعد كده من نقطة ب للنقطة ج مسافة 20 متر على الثانية في خلال 2 ثانية، وبعد كده مشى 30 متر على الثانية خلال 3 ثانية لما وقف عند النقطة د. انا عندي هنا يا اولاد اللي هو عطاها دي، هل دي مسافات وازمنة ولا سرعات وازمنة؟ هتقول لي يا مس ده متر على الثانية، يعني دي تعبر عن السرعة. ما دام اتكلم عن سرعة وزمن يبقى هو هنا قصده بيتكلم عن العجل. بيتكلم عن ايه يا اولاد؟ العجل. لكن لو لقيت 10 متر بس ما لقيتش ثانية يبقى دي علاقة بين مسافة وزمن، ويبقى هو هنا بيتكلم عن السرعة. ماشي، طيب ايه هي العجلة بقى يا اولاد؟ قالك العجلة هي مقدار تغير سرعة الجسم في الثانية الواحدة، او المعدل الزمني للتغير في السرعة. بصوا بقى، عشان احسب العجلة لأي جسم احنا كنا بنقول لو احنا عايزين نحسب السرعة بنحسب المسافة والزمن. طب العجلة لازم تحسب 3 حاجات. لازم تحسب سرعة الجسم الابتدائية اللي احنا بنسميها يا ولاد عين 1، لازم نحسب سرعة الجسم النهائية ودي بنسميها عين 2. تالت حاجة لازم نحسب الزمن، ماشي، اللي هو زال. بصوا بقى يا حبايبي،
اول سرعة بدأ بها الجسم الحركة بتاعته اللي هي 10 متر على الثانية، ماشي، دي بسميها عين واحد. طيب اللي انتهى بها في الاخر دي عين اتنين. طب والزمن، عايز اقولك الزمن لو هو عطيك زمنين، لو انت عطيك في المسألة زمنين، الزمن اللي بدأ بيه والزمن اللي انتهى عنده هتطرح الاتنين من بعض. لكن في المسائل معظمها بيديك زمن واحد وخلاص. طب يا مس عشان احسب العجلة احسبها ازاي؟ احنا قلنا لازم نحدد 3 حاجات: السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والزمن. بعد كده طبق قانون العجلة اللي هو بيساوي مقدار التغير في السرعة على مقدار التغير في الزمن. مقدار ايه يا ولاد؟ التغير في الزمن، اللي احنا بنسميها كده، بيسموها في الفيزياء دلتا عين على دلتا زال. دلتا دي اللي هي المثلث، والدلتا دي معناها ان انت هتجيب سرعتين تطرحهم من بعض، والدلتا اللي تحت برضو هتجيب زمنين تطرحهم من بعض. اختصارا للموضوع ده، جيم اللي هي العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زال. هو ده القانون اللي احنا بنشتغل بيه في المسائل. العجلة هتساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن. احنا طرحناهم من بعض ليه يا مس؟ عشان احنا قايلين هنا يا اولاد مقدار التغير، يعني هنجيب سرعتين نطرحهم من بعض وهنجيب زمنين نطرحهم من بعض. طب نجيب مين الاول، السرعة الابتدائية ولا النهائية؟ لا، هنجيب النهائية اول، نطرحها ناقص السرعة الابتدائية. ماشي يا اولاد؟ يبقى الوقت العجلة، ما هي العجلة او ما هو قانون العجلة؟ مقدار التغير دلتا عين على دلتا زال، او عين 2 ناقص عين 1 على زال. عين 2 اللي هي السرعة النهائية يا ولادي، وعين 1 هي السرعة الابتدائية، والزمن اللي هو زال. طب افرض يا مس اداني زمنين، يبقى زين 2 ناقص زين 1. طب تعريف العجلة ايه يا ولاد؟ قالك والله العجلة هي المعدل الزمني للتغير في السرعة. وعايزاك دايما لما يشوف كلمة المعدل الزمني ده ايه ما تتسرعش، لان في 3 تعريفات بيبدأوا بكلمة المعدل الزمني. لو قالك المعدل الزمني للتغير في المسافة يبقى ده تعريف السرعة. طب المعدل الزمني للتغير في السرعة يبقى ده تعريف العجلة. في واحد هناخده كمان، المعدل الزمني للتغير في الإزاحة، وده تعريف السرعة المتجهة. في تعريف كمان يا أولاد للعجلة اللي هو ايه يا أولاد؟ مقدار تغير سرعة الجسم في الثانية الواحدة. مقدار تغير سرعة الجسم في الثانية الايه يا ولاد؟ الواحدة. ماشي، يبقى العجلة هي ايه؟ المعدل الزمني للتغير في السرعة، او مقدار تغير سرعة الجسم في وحدة الزمن او في الثانية الايه؟ الواحدة. طيب ايه هي وحدة قياس العجلة يا ولاد؟ مميزة، لان هي الوحيدة اللي في الوحدة كلها وحدة قياسها مميزة، اللي هي متر على الثانية تربيع. انما اي حاجة هناخدها تاني متر على الثانية بس. طيب يا ولاد، في شوية حاجات كده بتبقى جايه في المسائل، اول ما تشوفها كاتبها لك بيبقى ليها معاني. اللي هو اول حاجه يقول لك ايه؟ عايزين ناخد الملاحظات بقى. بيقول لك والله يا اولاد لو جالك في المساله وقال لك اذا بدأ جسم حركته من السكون. يعني ايه بدأ جسم حركته من السكون؟ يعني جسم واقف لسه ما اتحركش، ملوش سرعه. انا ترجمها على طول في دماغي، ده معناه ان السرعة الابتدائية بتاعته بتساوي 0. ليه عين 1؟ اول ما اشوف قال لي الجسم بدأ حركته من السكون اعرف على طول اللي هنا عين 1 بتساوي 0. طيب تاني ملاحظة بقى، لو قال لي في المسائل يا ولاد اذا ضغط السائق على الفرامل، معناها ايه؟ معناها ان هو كان ماشي بسرعة ابتدائية مثلا 10 20 30، وفجأة وهو ماشي بالعربية لقى قدامه قطة، أم فرمل. الفرملة دي تعمل ايه؟ تعمل حاجتين، يا اما يا ولاد تخلي السرعة النهائية ب0 لانه هيقف، او تخلي السرعة النهائية بتاعته بالسالب هتقل، او ممكن تخلي العجلة كلها بالسالب. ماشي يا ولاد؟ انا بقول الحتة دي ليه؟ لانها بتيجي في المسائل. يقولك اذا بدأ جسم حركته بسرعة 10 متر على الثانية ثم ضغط السائق على الفرامل فتناقصت سرعته، ماشي، بعجلة مقدارها 2 متر على الثانية تربيع. ما دام ضغط السائق على الفرامل وجاب لك مقدار العجلة، لازم العجلة هنا تحط قدامها الإشارة السالبة، ويقول لك بقى احسب لي عين 2. فانت تطبق القانون وتحسب عين 2. وانا ان شاء الله الحصة الجاية او الفيديو الجاي هجيب لكم حل المسائل كلها ان شاء الله، هفرمها لكم كلها. طيب تالت حاجة بقى يا ولاد، بيقول لك عشان الجسم يتحرك بعجلة
لازم الجسم ده ما يمشيش بسرعة ثابتة. طب ايه اللي هيحصل لو تحرك الجسم بسرعة ثابتة؟ عارفين يعني ايه بسرعة ثابتة؟ لسه قايله لكم، يعني قيمة السرعة ما بتتغيرش. يعني احنا لسه قايلين الوقت ان العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على ذا. السرعة الثابتة يعني قيمة السرعة ثابتة، يعني عين 2 مثلا ب50 وعين 1 زيها ب50. ما احنا قايلين اللي هي سرعة ثابتة ما بتتغيرش. على مثلا 10، 50 ناقص 50 يساوي 0. 0 على أي حاجة بتساوي 0. ماشي. وده معناه ايه بقى؟ لو الجسم مشى بسرعة ثابتة مش هيبقى له عجلة. العجلة في الحالة ده اهي هتساوي 0. ماشي. وبيجي هنا عللاية مهمة قوي، يقولك علل الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة أو بسرعة منتظمة لا يمكن أن يتحرك بعجلة. لا يمكن أن يتحرك بإيه؟ بعجلة. أقول له ليه بقى؟ أقول له والله يا عم الحاج لأنه لو تحرك الجسم بسرعة ثابتة هيحصل إيه بقى؟ فإن مقدار التغير في السرعة اللي هو عين 2 ناقص عين 1 هيساوي 0، وبالتالي العجلة كلها هتساوي 0. طيب ممكن يغير في صيغة السؤال، يقولك متى تكون العجلة بتساوي 0؟ امتى العجلة تكون ب0 يا ولاد؟ اقول له والله هنا اهو عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة. طب ماذا يحدث اذا تحرك الجسم بسرعة ثابتة؟ اقول له هنا العجلة بتساوي 0. طب ما انت يا مس لسه قايله لنا الوقت منحنيين، المنحنى اللي هو بتاع المسافة والزمن وكده دي اسمها سرعة ثابتة، والمنحنى اللي هو عين وزين وكده برضو سرعة ثابتة. يعني معنى كده ان الرسمتين دول بيعبروا عن السرعة الثابتة. ايوه يا ولاد. ومادام السرعة هنا ثابتة يبقى هنا العجلة بتساوي 0 في كلتا الحالتين، هنا وهنا. ماشي. طيب العجلة بقى يا ولاد منها نوعين. لو الجسم سرعته بتزيد وهو ماشي يبقى العجلة دي اسمها عجلة تزايدية او عجلة موجبة. طب كان بادئ بسرعة كبيرة وبدأ سرعته تقل يبقى دي اسمها عجلة تناقصية او عجلة سالبة. قالك العجلة منها نوعين، في عجلة تزايدية او عجلة موجبة، وفي عجلة ولاد تناقصية او عجلة سالبة. يعني ايه؟ يعني لو الجسم بدأ الحركة بتاعته بسرعة 10، بعد كده بقت 30، بعد كده بقت 90 متر على الثانية، والزمن كان 1 بقى 15 بقى 70. طبعا هنا الزيادة يا أولاد مش بانتظام. العجلة التزايدية هي عجلة بتزيد السرعة بتاعتها وخلاص، مش بانتظام، بتزيد وخلاص. طب يا مس لو زادت بانتظام أقول عليها عجلة منتظمة تزايدية. أنا لسه هقولها دلوقتي. العجلة منها نوعين يا أولاد، في عجلة تزايدية ودي العجلة اللي الجسم فيها سرعته بتزيد بمرور الزمن، بتزيد أي زيادة عشوائية. العجلة التزايدية هي العجلة التي تزداد فيها سرعة الجسم بمرور الزمن. سرعة الجسم ايه يا ولاد؟ بمرور ايه؟ الزمن. انما العجلة التناقصية العكس بقى، كان بادئ بسرعة 90 قلت بقت 30 قلت بقت 10 وفي الاخر وقف بقى بزيرو. دي اسمها عجلة تناقصية. وبرضو هنا التناقص عشوائي يعني مش بانتظام. طب لو قلت بانتظام يبقى منتظمة سالبة. فيقولك هنا هي العجلة التي تقل فيها سرعة الجسم، سرعة الجسم بمرور الزمن. عايزة اقول لكم على حاجة يا اولاد، هما مسمينها موجبة وسالبة ليه؟ عشان انت لو جالك مسألة والاجابة طلعت عندك باشارة موجبة دي نسميها عجلة موجبة. يعني الوقت انا قايل لكم ان العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زائد. عشان العجلة تطلع لنا موجبة لازم تكون عين 2 اكبر من عين 1. يعني العجلة عين 2 ده لازم مثلا تبقى ب70 وعين 1 ب20 والزمن مثلا ب10، يبقى 50 على 10 ب5 متر على الثانية تربيع. الإجابة طلعت عندنا هنا بإشارة موجبة، يبقى دي اسمها عجلة تزايدية أو عجلة موجبة. طب ساعات يقولك علل أحيانا أو اللي هي بيسموها ايه sometimes اللي هي ايه قد يسير الجسم أحيانا بعجلة تزايدية. ليه بقى؟
دايما اقول له بعجلة تزايدية. ليه؟ لان سرعة الجسم النهائية اكبر من سرعة الجسم الابتدائية. طب افرض يا ولاد عكسنا، يعني خلينا عين واحد هي اللي ب70 وعين 2 هي اللي ب20. 20 ناقص 70 على 10 هتديني -50 على 10 هتديني -5 متر على الثانية تربيع. وده معناه ايه يا ولاد؟ معناه ان العجلة هنا طالعة لي بإشارة ايه؟ سالبة. امتى العجلة تبقى بإشارة سالبة؟ لما تكون السرعة الابتدائية هي اللي اكبر من السرعة النهائية. يعني عين واحد هي اللي اكبر من عين 2. عشان لو جالي فعلل وقال لي احيانا يسير الجسم بعجله تناقصيه، اقول له والله لان سرعته الابتدائيه اكبر من سرعته الايه النهائيه. طب يا مس لو العجله زادت وقلت بس بمقادير متساويه، دي بسميها يا ولادي العجله المنتظمه. وما هي العجله المنتظمه؟ انا لسه ما حددتش تزايديه ولا تناقصيه. قال لك العجله المنتظمه هي العجله التي تتغير فيها سرعه الجسم. وقصد ايه بتتغير؟ اللي هي بتزيد او بتقل بمقادير متساوية في ازمنة متساوية. بمقادير ايه؟ متساوية في ازمنة متساوية. وخلي بالك كلمة تتغير هنا معناها تزداد او تقل. طب يا مس في منها نوعين برضو، في منتظمة تزايدية وفي يا ولادي منتظمة تناقصية. هنا بقى الزيادة والنقصان بانتظام. يعني سرعة الجسم كانت 10 متر على الثانية، بقت 20، بقت 30، بقت 40. السرعة بتزيد بمقادير متساوية والزمن برضو بيزيد بمقادير متساوية. ماشي. والعكس بقى، لو بدأ من 30 بقى 20 بقى 10 بقى 0، يبقى دي اسمها منتظمة تناقصية. ما هي العجلة المنتظمة التزايدية؟ قالك هي العجلة التي تزداد فيها سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. في أزمنة ايه؟ متساوية. والتانية يا ولاد التناقصية زيها بالظبط، بس هغير كلمة تزداد واخليها تقل، هو نفس التعريف. برضو المنتظمة التزايدية لأن عين 2 أكبر من عين 1، والتناقصية لأن عين 1 أكبر من عين 2. طب لو عايز ارسم علاقة بيانية للعجلة المنتظمة التزايدية، هتبقى علاقة بين سرعة وزمن، لان احنا قايلين العجلة هي علاقة بين سرعة وزمن. بين سرعة وايه وزمن. ده شكل التزايدية المنتظمة التزايدية، وده شكل المنتظمة التناقصية. ماشي يا اولادي؟ طيب لو افرض ما قالكش منتظمة، تترسم ازاي؟ تترسم يا اولاد كده اهو، كده كده، مش لازم تبقى خط مستقيم يعني. طيب افرض جاب لي في الامتحان يا اولادي منحنى، ماشي، عين وزائل، وجاب لي هنا 10 20 30 40 50، وهنا 1 2 3 4 5، وعمل لي المنحنى كده، وقال لي احسب لي قيمة العجلة. اعملها ازاي يا اولاد؟ دايما في اي منحنى بيبقى مرسوم عشان نجيب قيمة العجلة. طبعا العجلة اللي قدامنا دي عجلة منتظمة تزايدية، كده كده قيمة العجلة ثابتة في أي مكان. بس أنا أجيبها إزاي؟ أعمل حاجة اسمها السلوب أو المنحدر. وده بعمل إيه يا ولاد؟ باجي عند أي نقطة على الخط المستقيم، واخد قيمة للسرعة واللي قصادها بالظبط للزمن. ماشي. طبعا هي الأرقام هنا مش مظبوطة، أنا عاملاها عشوائي. أنا مثلا هاخد من هنا مع هاخد من هنا، فهقول العجلة هتساوي عين 2 ناقص عين 1. يا مس هو جايب لي عين 1 عادي جدا. هو اكيد في الرسم البياني مش هيجيب لك سرعتين، هيجيب لك سرعه واحده. اقول له هنا قيمه السرعه اللي خدتها بكام؟ ب30. طب وقيمه الزمن اللي خدته بكام؟ ب3. يبقى العجله هنا هتساوي 10 متر على الثانيه تربيع. ساعات يدمج لك بقى يا ولاد منحنيين مع بعض، يعني يعمل لك عين وزال ويعمل لك كده وكده، ويقول لك هنا الف باء ج، ويقول لك وضحت لي حاجه الجسم في الف باء وفي باء ج. ابص يا ولاد على اول حاجه هنا علاقه بين ايه؟ بين سرعه وزمن. سرعه وزمن وخط مستقيم بيمر بنقطه الاصل، يبقى دي يا ولاد عجله تزايديه. طيب باء ج بقى خط مستقيم موازي لمحور الزمن لعلاقه بين سرعه وزمن، يبقى ده جسم سرعه ثابته. سرعه ايه؟ ثابته. طيب افرض عمل لي كده يا ولاد سرعه وزمن، بس قام جايه
كده، عمل كده، هنا قال لي ألف، هنا باء، وهنا جيم، وقال لي وضح لي من ألف لباء ومن باء لجيم. من ألف لباء خط مستقيم موازي لمحور الزمن بين سرعة وزمن، يبقى دي برضو سرعة ثابتة أو سرعة منتظمة. طيب من باء لجيم خط مستقيم نازل لتحت كده يا ولاد، يبقى دي عجلة تناقصية. ماشي. طب آخر واحدة، لو أنا عملت بقى المرة دي جبت مسافة وزمن مش سرعة وزمن، وعملت لك كده وقلت لك وضح لي في ألف وباء وجيم، هتقولي من ألف وباء خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل العلاقة بين مسافة وزمن، يبقى ده يا ولاد سرعة منتظمة أو سرعة ثابتة. إنما من باء لجيم خط مستقيم موازي لمحور الزمن العلاقة بين مسافة والزمن، يعني المسافة ثابتة، يبقى ده جسم ساكن. كده يبقى خلصنا الدرس التاني يا ولادي. ان شاء الله انتظرونا الفيديو الجاي في حل اسئلة الدرس التاني على اعلى مستوى ان شاء الله يا رب. عايزة منكم بس اللايك والشير، تشجعوني كده في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.